السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ثالث فيديو ان شاء الله اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع مهم. بعد ما تكلمنا في الفيديوهات السابقة على كيفاش نخرجوا الغلم ديالنا من الخضر من اليابس للخضر. كذلك تكلمنا على الدور ديال التفرقيش خصوصا في هذه الفتره هذه، حيت النعجه كتكون جالسه في الكوري بزاف فتيكبروا لها الفراقش. الا خرجت دابا كتقدر تعواج، يقدروا يوقعوا بزاف ديال المشاكل. فاليوم غادي نتكلموا على واحد المشكل. عندنا بزاف ديال الناس كيتشكاو من الموت ديال الخرفان ديالهم من بعد الولاده مباشره، او من بعد اسبوع او اسبوعين. فهذا مشكل شائع عنده مجموعه من الاسباب. فاكثر سبب دابا اللي حد تجربتي اللي كنعرف انا هو ان الناس ما كتوجدش النعجه للولاده، يعني بريباراسيون ديال لانيولاج هي الولاده ديال الغلم بالفرنسي، ديال البقر كتسمى فيلاج، وديال المعيز كتسمى شوفغاج. فالناس ما كتوجدش الغلم ديالها مزيان للولاده. صافو دير دابا الجنين اللي تيكون في الكرش ديال امو كيتسنى حتى لداك الشهرين الاخرى عاد كيتضرب البوا ديالو في جوج. فمثلا الا كان الجنين غادي يتزاد فيه 5 كيلو، فراه حتى الشهرين التاليه عاد كيتزاد فيه 2 كيلو، تتزاد 2 كيلو في الشهرين، في 3 شهور الاولى، والشهرين التالي كتزاد فيها 3 كيلو. لي دو تيير كيتزادوا في التالي ديال الحمل ديالها، فلي بوزوان كيطلعوا. والنعجه حنا في هذه الفتره خصوصا النعجه كتولد في شهر 11 12 اللي ما كايناش المرعى، فالناس كتبقى تشطر على النعجه قبل ما تولد. الله يجزيكم بخير، خصكم تهلاو فيها. خصها على الاقل واحد 2 ديال لي زي اف ال، 2 ديال الوحدات علفيه، اللي تقريبا 1 الكيلوغرام ديال ما يقارب كيلوغرام ديال الشعير، وواحد 2 كيلوغرام ديال الفوراج، ليكيفالون ديال هاد الاعلاف. من بعد الفيديوهات ديالنا غادي نشوفوا هاد الاعلاف كيفاش غادي نبقاو نهضروا على لي زي اف ال، وغنهضروا على لا ماتير سيش الماده الجافه، وغنهضروا على لي بروتين، وغادي نشوفوا حتى كيفاش نبريباريوها. فالله يجازيكم بخير. المعظم ديال الوفيات كيكونوا بسبب انك ما كتبريباريش النعجه، كيكون لي مونك ديال فيتامين او، المونك ديال السيلينيوم. فهذا الشيء كيخلي ان الخروف كيتزاد ضعيف بزاف، ما عندوش قدره، ما عندوش مناعه، ما كيرضعش كولوستروم اللي هو اللباء بواحد الجوده عاليه، النعجه ما كتحينش. كذلك الناس اللي تيخليو النعجه تكسب وهي كترضع، فمن الاحسن ان تفاداو هذه القضيه، فتا هو عندهم الغيال. فالموضوع الشائك هو اننا نبريباريو النعجه. ما بغيتش نطول هذا الفيديو، بغيت نحطوا غير هاد الاقواس ان نخرجوا بنصيحه في هذا الفيديو، هو اننا نبريباريو النعجه للولاده. اللي بريبارينا النعجه في الولاده غنتفاداو بزاف ديال المشاكل ديال الوفيات. في موضوع اخر غنشوفوا شنو هما كذلك الوفيات اللي شنو هما اسباب ديال الوفيات ديال الخرفان الصغار وكيفاش نتفاداوهم. اللي عجبو الفيديو ما ينساش يشترك في القناه، يخلي اعجاب، ولا يخلي لنا تعليق على الاستفسارات ديالكم، وما تنساوناش بصالح الدعاء.